ازاي بعمل الصوت اللي انا بستخدمه في فيديوهاتي؟ هل ده صوت بشري ولا صوت ذكاء اصطناعي؟ دي اغلب الكومنتات اللي كانت على الفيديو اللي فات. طيب، تعالوا نسمع الصوت كده. أنا آسفة يا حبيبتي غصب عني والله. فين الجزمة يا حبيبتي؟ عاوز أروح الشغل. مش عارفة يا حبيبي، أنا سبتها برا. دي آخرة اللي يعتمد على الستات يروح الشغل حافي، أبقى ألبس جزمة من هناك وخلاص. إيه ده؟ الطفل ده بيعمل إيه هنا؟ وبعد ما سمعت الصوت احب اقولك ان ده صوت ذكاء اصطناعي، ومن موقع اغلبية الناس عارفينه، لكن محدش بيستخدمه بالطريقة الصحيحة. ومش هتلاقي حد على اليوتيوب كله هيشرح لك الطريقة دي. ومع ان الطريقة دي انا عاملها مدفوعة في الكورس بتاعي، لكن مش خسارة فيكم، علشان انا وصلت 1000 مشترك في أسبوع بس، وده تاني إنجاز أعمله على اليوتيوب. الإنجاز الأول إن أنا عملت قناة بالذكاء الاصطناعي بالكامل، وفعلت ربح بعد 16 يوم بس، ووصلت مليون إلا ربع مشترك في وقت قياسي. طيب، الناس اللي عاوزة تعرف الكورس بكام؟ الكورس أنا عامل عليه خصم ب500 جنيه بس، اللي هو مش جاي حق النت اللي بتستخدمه وانت بتدور على محتوى تعمله وتدخل ربح سريع. ومش عشان انا عامل الكورس رخيص يبقى كده مفهوش معلومات مفيدة، لا والله، في ناس بتبيع المعلومات دي ب2000 وب3. انا عامل الكورس مخصوص علشان الناس البسيطة تقدر تشتريه وتعمل مصدر دخل ثابت لنفسها. بعلمك ايه في الكورس؟ عد معايا. 1. ازاي تعمل قناة بالاعدادات الصحيحة. 2. ازاي تتعامل مع شات جي بي تي وتثبت الشخصيات بطريقة صحيحة. 3. ازاي بتولد الصور وتحركها وتعلي جودتها. 4. ازاي تعمل الصوت وتركبه بطريقة صحيحة، زائد المونتاج. واخيرا المونتاج ورفع الفيديو على القناة في الوقت المناسب. معلش طولت عليكم، وتعالوا ندخل في الشرح على طول. طيب، الموقع اللي هنستخدمه هو موقع جوجل استوديو. هتدخل على جوجل كروم وهتكتب جوجل استوديو، هيظهر لك بالواجهة دي كده، هتدخل عليه. تمام، هيظهر لك الواجهة دي. كل اللي احنا عايزينه ان هو نعمل الصوت. عشان نعمل الصوت هندخل على الخيار ده. تمام، هيظهر بالواجهة دي كمان. وبعد كده هندوس هنا سنجل اوديو. تمام، عشان نعمل صوت واحد. زي ما انتوا شايفين هيظهر لكم بالواجهة دي. انا دلوقتي بقى هقول لك التركاية اللي محدش بيشرحها على اليوتيوب كله ولا حد شرحها. تمام، والطريقة دي اللي انا بعمل بيها فيديوهاتي وبتطلع زي ما انتوا شايفين كده صوت احترافي. كل اللي عليك هتدخل هنا على الخانة اللي فوق دي كده، وهتظللها وهتمسحها خالص. تمام، وهتكتب ايه بقى؟ هقول لك. تمام، انا كتبت فوق ايه؟ اقرأ هذا بصوت حزين لهجة مصرية. تمام، انا بكتب له هنا اقرأ هذا. تمام، انت عايز الصوت اللي هو بيقول الجملة ده يبقى صوت حزين، هتكتب له حزين. صوت فرحان هتكتب له فرحان. صوت مصدوم هتكتب له مصدوم. صوت اي حاجة انت عايز الصوت يبقى توصل الاحساس ده للصوت، هتكتب له انت عايز الصوت يبقى عامل ايه هنا. تمام، وبعد كده اللهجة اللي انت عايزها، لهجة مصرية، لهجة سورية، لهجة سعودية. تمام، وهنجرب برضو كذا لهجة عشان انت تبقى ايه، وصلت لك الفكرة كلها. تمام، وبعد كده هنا بتكتب الجملة اللي انت عايزها تتقال. مثلا هنكتب ايه؟ هنكتب تمام، انا كتبت انا مش فاضي دلوقتي هرن عليك بعدين. تمام، وهنا بتختار الصوت. احسن صوت ممكن تستخدمه لراجل هو الصوت التالت ده، شارون. تمام، هندوس عليه كده، وبعد كده هنضغط هنا كده عشان يولد الصوت ونسمعه مع بعض. أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. زي ما انتوا شايفين دي النتيجة. عايز تغير النتيجة، كل اللي عليك اللي انت هتدوس تاني وتستنى، هيقول لك بطريقة تانية برضو. أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. شفت؟ زي ما انت شايف كده انا ما عملتش حاجة ولا غيرت اعدادات ولا عملت اي حاجة، دوست بس تاني اداني النتيجة دي. أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. شفت؟ قالها لي بالطريقة دي. هنغير مثلا الصوت ده، مش هنخليه حزين، هنخليه مثلا غاضب، يصرخ. تمام، ونشوف هيقولها ازاي. أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. زي ما انتوا شايفين، يعني هي الجملة ما اتغيرتش، بس انا غيرت الصوت هيقولها ازاي، غيرت الاسلوب بتاع الصوت. قالها لي ازاي؟ نسمعها تاني.
أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. تمام. هنغير دي كمان وهنخليها مثلا فرحان، وهنشوف هيقولها ازاي. أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. اظن ما شفتش حد قبل كده شرح نفس الشرح ده. مش عايز منك غير ان انت تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة، ولو عندك سؤال اكتبهولي في الكومنتات. تمام. هنغير دلوقتي اللهجة، هنخليها مثلا سعودية، وهنشوف هيقولها ازاي مع انها نفس الجملة. أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. بص قالها ازاي. أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. طيب هنعمل ايه تاني؟ هندوس تاني برضو ونشوف هيقولها تاني بطريقة عاملة ازاي. أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. قالها بطريقة تانية. تمام. بس احنا هنغير مثلا النمبر هنا، هنخليها غاضب، وبعدين عشان اساسا انا كاتب اللهجة الجملة جملة مصرية عامية، أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. زي ما انتوا شايفين هو قالها بالسعودي، بس برضو عشان مش احترافية، لان هي الجملة اساسا جملة عامية مصرية. انما لو عايزها بالسعودي هتكتب مثلا، هتروح لشات جي بي تي، هتروح مثلا كاتب له الجملة دي. تمام. هتروح واخدها كده كمان، وهن ايه، وهنروح لشات جي بي تي، هتكتب له مثلا هبعت لك جملة، هبعت لك جملة حولها للغة السعودي. تمام. وهتبعت له الجملة اللي انت عايزها. انا مشغول الحين، اكلمك بعدين. هتاخدها زي كده وهتروح تاني هتعملها هنا ونجرب، هنشوف هيعمل ايه. أنا مشغول الحين، أكلمك بعدين. اظن الدنيا كده تمام ووضحت. تمام. عندك كذا صوت، عندك الصوت البنت ده هنجربه. أنا مشغولة الحين، أكلمك بعدين. تمام. هنكلم برضو، هنجربها بالمصرية. تمام. هنكتبها مثلا، هناخد برضو ايه الجملة دي، وهنعمل هنا ايه لهجة مصرية. تمام. وهنشوف هتقولها ازاي. أنا مش فاضي دلوقتي، أرن عليك بعدين. هتفضل زي كده تدوس، ما دام الصوت مش عاجبك هتدوس، هتفضل تقولك كذا لهجة ورا بعض أنا مش فاضي دلوقتي، هرن عليك بعدين. أظن كده ظبطت، عشان أنا عاملها أساسا بصيغة المذكر، فهي قرأتها إيه بصيغة المذكر. تمام. طيب تمام. قدامك زي ما انتوا شايفين كده، كل اللي هتعمله هتكتب الجملة دي، اقرأ هذا بصوت. شوف بقى عايزه غاضب، فرحان، زعلان، اللي انت نفسك فيه اكتبه. وبعد كده هتكتب اللهجة اللي انت عايزها، مصرية، سعودية، سورية، اي لهجة انت عايزها اكتبها بعد كده بنفس الطريقة دي كده. تمام. وبعد كده هتكتب الجملة بتاعتك باللغة العامية عادي. تمام. وهتدوس هنا وهيوصل لك الصوت زي ما انت شايف كده. ده كل اللي انا بعمله، ومفيش اي حاجة بعملها زيادة. وزي ما انت شايفين الصوت اللي عندي في الفيديوهات انا بعمله بالطريقة دي، وانا سمعتك كل حاجة، يعني ايه ما خبيتش عليك حاجة. تمام. دلوقتي في قدامك هنا كذا صوت. انا قلت لك الصوت دوت الراجل شارون جميل، والصوت البنت هي كوري دي برضو حلو، وفي كذا اصوات. تمام. انا هسيبك تستكشف الاصوات براحتك، لان في كذا اصوات. تمام. واحنا مش هنجرب الاصوات دي كلها، انت استكشف. انا اديتك الطريقة، وانت يا باشا استكشف بقى الاصوات دي وشوف الاصوات اللي هتمشي معاك. تمام. ولو عملت اصوات مختلفة عن الناس التانية وعني، وجبت صوت مختلف من هنا واشتغلت عليها، يبقى احسن لك. ليه؟ لان كل ما الاصوات بتبقى متكررة على اليوتيوب بيحسب ان انت واخد الصوت دوت من قناة تانية او من واحد تاني، فما بيقترحش الفيديوهات بتاعتك. ليه؟ لان الاصوات متكررة والنبرة واحدة. انما انت لو جبت صوت واحد من هنا او صوت واحدة مختلف عن المنتشر على اليوتيوب، وعرفت تظبطه وعرفت تعمل بيه محتوى، هينتشر، واوعدك بده هينتشر اسرع من اي حد بيكرر
نفس الصوت ونفس الحاجة على الفيديوهات بتاعته. ليه؟ لان اليوتيوب بيقرا وبيعرف النبرة بتاعت الصوت. ما تروحش تاخد صوت من حد وتعمله على فيديوهاتك وبعد كده تيجي تقول لي فيديوهاتي ما بتجيبش مشاهدات ليه؟ ما هو انت المحتوى بتاعك مش خاص ليك، ولا اليوتيوب دام بياخد عنك فكرة ان انت الصوت ده مش بتاعك، بياخد عنك فكرة ان هي الصورة مش بتاعتك حتى لو انت اللي عاملها. خلاص هو خد فكرة عنك ان انت ما بتصنعش محتوى، ان انت بتسرق وبتحط عندك. تمام؟ فانت اعمل محتوى خاص بيك واظبط صوت يكون خاص ليك انت. تمام؟ وان شاء الله خير. وهو ده كل اللي انا بعمله، والله ما خبيت عنك حاجة. ولو في اي سؤال اكتبهولي في الكومنت تحت وانا هرد عليك. بس كده، سلام عليكم.